السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حلوين. الفيديو بتاع النهاردة كان رد على كلاينت جت سألتني السؤال اللي دايما بيتكرر: ماذا لو عاد معتذرا؟ قلت لها انت عايزة تعملي ايه؟ قالت لي مش عارفة، انا جايالك علشان تقولي لي اعمل ايه. بعت لي مسج زي ما كل مرة بيعمل، بس كان الاختلاف المرة دي ان كل مرة لما كان بيعمل كده كنت بتبسط وبقول ياه ده حن وهيرجع. لكن المرة دي لما بعت المسج ما حسيتش بأي حاجة، بس ساعتها برضو قلت ياه، هو أنا هرجع لنفس الوجع تاني؟ قلت لها طيب، يعني انت كده عارفة الحل وعارفة ان ماذا لو عاد معتذرا هتردي تقولي ايه؟ قالت لي برضو مش عارفة. انا مش قادرة احدد اذا كنت اتبسطت ولا ما اتبسطتش. هل الرسالة اللي جات لي منه دي بترد لي اعتباري ولا اعتبرها ما جاتش؟ قلت لها طيب، انا عايزة افكرك بحاجة، عايزة افكرك بيوم لما جيتيلي وانتي منهارة في العياط وقلتيلي ما بيردش عليا، قلتيلي بعتله رسايل كتير وما بيردش عليه، قلتيلي ده عمل لي بلوك. قلتلك طب انتي عملتيله ايه؟ قلتيلي ولا حاجة، ما عملتش حاجة، العادي بتاعنا. هو فجأة قرر اني ما كنش موجودة في حياته من غير ما يقدم اعتذار، من غير ما يقدم تبرير، من غير ما يقول لي ايه الاسباب اللي خلت تدفعه لكده. قلت لها فاكرة؟ قالت لي اه فاكرة. قلت لها فاكرة الوجع اللي انت كنتي حاساه ساعتها؟ فاكرة يوم لما بعتي مسج ولقيتيها ما وصلتش وعرفتي ان انت اتعمل لك بلوك؟ فجأة انك قعدتي ما عيطتيش غير لما جيتيلي؟ فجأة ما حبيتيش تبيني انك منهارة وانك تعبانة؟ فاكرة كل ده؟ قالت لي اه فاكرة. قلت لها طب انت عندك استعداد تجربي ده كله تاني؟ قالت لي ما هو هيعتذر. تمام. الفكرة مش في انه يعتذر، الفكرة في انه يكون اتغير. في ناس لما بتبعد عن ناس كويسة في حياتها، لما بتبعد عنهم بتحس بندم، بتحس ان هم خسروا حد مهم في حياتهم. وفي ناس بترجع علشان بتحس ان حياتها بقت فاضية، انها مشتاقة للشخص اللي كان بيعمل لها كده، او بمعنى اصح هي مش مشتاقة للشخص، هي مشتاقة للافعال الحلوة اللي كانت بتيجي من ناحية الشخص ده. يعني هو مفتقد الحاجات اللي انت كنت بتعمليها له، مش مفتقدك انت. مفتقد اهتمام حد بيه، مفتقد ان حد يقلق عليه، مفتقد ان حد يخاف عليه، مفتقد ان حد يستغل مشاعره. وفي نفس الوقت هو عارف انت قد ايه بتحبيه، فيقول لك انا الف والف وارجع هلاقيها قاعده مستنيني. قالت لي طب وايه الحل؟ قلت لها الحل من عندك انت. انت عارفه طبعا انا كلايف كوتش ما اعرفش اديكي حل، لازم الحل يكون عندك انت. لازم انت تشوفي انت محتاجه ايه. هل الشخص ده في كل مره كان بيعود معتذرا ولا لا؟ هل انت في كل مره رجعتي له كنت بتلاقي اختلاف، ولا في الاخر بتكتشفي ان الحكايه بتعيد نفسها مره تانية؟ فسكتت كده وقالت لي للاسف في كل مره كنا بنرجع لبعض في الاول البدايه كانت بتكون حلوه، كنت بحس انه اتغير، لكن هو شهر بالكتير والاقيه رجع تاني زي الاول، وارجع تاني اقاوح وارجع تاني اقاوم وارجع تاني اقول انا هحاول معاه بطريقه تانية. انا بتهيألي المره دي ما بقاش عندي طريقه جديده اعامله بيها. طب يا ستي، ما انت الحل اهو بتقوليه، عايزه ترجعي تاني ليه؟ مشتاقه له؟ قالت لي لا.
حاسة ان في حاجة انت مفتقداها؟ قالت لي دلوقتي لا. قلت لها انت مكملة في حياتك؟ قالت لي اه، مكملة في حياتي. طب خلاص، خليكي بقى مكملة في حياتك. اعملي كل اللي يكبر منك. اسعي واشتغلي على نفسك وكبري من نفسك. والله هو في الفترة دي عمل الحاجات اللي تبين ان هو اتغير فعلا، يبقى ساعتها نفكر. لقيتيه زي ما هو ما بيقدملكيش جديد وعايز يرجع بس علشان يرضي غروره، او عايز يرجع بس عشان يثبت لأي حد او للي حواليه انا اهو بسيبها وبرجع لها، فلا، ما ترجعلهوش. دايما حطي نفسك انت اغلى من اي حد. محدش فينا بيموت من الفراق. الفراق بيوجع، الفراق بيتعبنا شوية، بس على حسب منزلة الشخص. وخلي بالكم، منزلة الشخص ما بتتحددش باللي احنا او بالمكانة اللي احنا حاطينهم فيها. منزلة الشخص بتتحدد بالافعال اللي هم بيعملوها. لازم تبقوا عارفين ان اللي قدامكم لازم يعمل لكم حاجات تثبت لكم ان هم جديرين بيكم. لكن انا مش هقعد احبك وابقى متيمة بيك وعلى هذا الاساس انا بحط لك مكانة في حياتي، ولما انت ما تستحقش المكانة دي انا ما زعلش، بالعكس انا افرح، لان ان طال الوقت او قصر فانا عرفت انا عنده ايه، انا عرفت مكانتي عنده ايه. فلو جاء معتذرا ما ترجع لهوش غير لما يثبت غير لما يثبت بافعاله انه اتغير. عندي واحده صاحبتي، انا كنت كاتبه البوست ده على الفيسبوك، فلقيتها قالت لي ده مش لو جاء معتذرا، ده لو جاء معتمرا. يعني حتى لو عمل عمره وجاء قال لي انا عملت العمره وعايز ارجع لك، لا. بصراحه عجبني الرد. لو جاء معتمرا، اللي بعد عنك بإرادته من غير أسباب ما يستحقش فرصة تانية، ما يستحقش إنك توجعي قلبك عشانه تاني، ما يستحقش إنك تديله جزء من تفكيرك. في ناس لما بتخلص حكايتهم نقفل الباب وراه. ساعات احنا ما بنبقاش عارفين احنا ليه وقعنا مع الشخص ده. اكيد اكتسبنا حاجة واكتسبنا خبرة واكتسبنا معرفة، لو ما كناش عرفنا الشخص ده ما كناش هنكتسبها. دايما بقول احنا في حياة بعض في اوقات معينة عشان احنا هنفيد بعض بحاجة. حتى اذيتك ليا بتفيدني، بتقويني، بتخليني اعرف اخد بالي، ما تخلينيش انجرف بعاطفتي. خلي دايما مع العاطفة قلب، خلي سوري مع العاطفة عقل. لا تبقى بعقلك بشكل كبير او بنسبة 100%، ولا تبقى قلب بنسبة 100%. دي كانت نصيحتي للكلاينت اللي جات لي وكنا عاملين جلسة مع بعض، ودي نصيحتي ليكم. قبل ما تدوا فرصة لحد تاني ان يدخل حياتكم، خلوه يثبت بأفعاله انه جدير بالفرصة التانية دي. وجع القلوب مش بالسهل، وعلشان ترجعي ترممي اللي اتكسر جواكي تاخدي وقت، فما تكسريهوش مرة تانية ويكون بإيديكي، لأن ساعتها هيكون الذنب ذنبك انتي، لأنك انتي اللي اديتيله الفرصة اللي ما يستحقهاش. وباي باي، وأشوفكم في فيديو تاني قريب إن شاء الله.